ريال مدريد هيبيع فينيسيوس جونيور. الباشا بيتنك عايز 30 مليون بأمارة ايه؟ بأمارة ايه يالا؟ يعني رونالدو مشي عشان 5 مليون زيادة مع بريز بعد ما كان جايب للريال دوري أبطال أوروبا 2018. انت بقى عايز 30 مليون بأمارة ايه؟ بتعمل ايه الميزة الفشيخة اللي فيك كلاعب كورة عايز فيها 30 مليون وعايز تبقى أعلى واحد في الفرقة؟ بتجيب لي 40 جون مثلا زي رونالدو؟ يعني رونالدو قعد 7 سنين بيجيب 40 جون كل موسم، انت بتعمل ايه؟ بتجيب 40 جون كل موسم، بتعمل 20 اسيست. ده انت مش عارف تشيل يالا مسؤوليه الفريق من بعد كريم بنزيما. دي السنه اللي خدنا فيها تشامبيونز ليج كان بيلينجهام وكروس ومودريتش والناس الخبره والناس التقيله الكبار مع بيلينجهام طبعا هم اللي كانوا شايلين الفرقه مش انت. انت يا دوب لعبت 3 4 ماتشات في اخر تشامبيونز ليج احسن حاجه في الدنيا قلنا عليها فينيسيوس بالون دور. انما فين الكونسيستنسي بتاعتك طول الموسم؟ انت السنه اللي فاتت يا ابني جايب 11 جون ولا 13 جون في الدوري، ده ضحك. ده مهاجمين لساسونا ومهاجمين لختافي جايبين اكتر منك. ريال مدريد لازم يستنى على بيع رودريجو. لو العيل ده هيعمل الحركات دي ويقول لك انا عايز 30 مليون وعايز ابقى فري ايجنت وهخرج ببلاش وبتاع وعايز مرتب عالي وعايز ابقى اعلى واحد في الفرقه، قعدوا على الدكه السنه دي وبيعوا بقى النادي السعودي، خلص على مسيرته انت تماما وسيب رودريجو. رودريجو هو الافيد للفرقه، لان الناس كلها مقتنعه بده ان رودريجو في خطه تشابي الونسو هيبقى افيد من فينيسيوس تماما، حتى دفاعا وهجوما وكل حاجه. رودريجو متنوع حتى في الهجوم، بيلعب وينج يمين وينج شمال تحت المهاجمين، بيلعب كل حاجه. انما اللي صدق نفسه ده احسن لاعب في العالم وما خدهاش اصلا، ما خدش بالون دور حتى عشان يصدق نفسه. يعني ده رونالدو كان ماشي وهو عنده 5 بالون دور. غوري يا ابني، لا هتبقى زي رونالدو ولا راموس ولا هتبقى اغلى من رونالدو وراموس وبيبي وكازيميرو. عيب اللي مش هيمشي مع الونسو ويمشي في يعني في التيار معاه كده وفي المشروع معاه وهيقرفني، يغور في ده ما يوجعليش دماغي.